انت بقى كزمالك ايه مشروعك؟ زيزو الى نيوم السعودي. مبدئيا كده يا زميلي الكروي، زيزو يروح نيوم او ما يروحش دي مش قصتي، بس المضحك في الموضوع هو بحث بعض الزملكاويه عن اي انتصار وهمي بفكره ان زيزو جاي له عرض كبير جدا من نادي درجه تانية، بيقارنوا ده بلعيبه من النادي الاهلي. شفت الضحك؟ طب السؤال بس، هو انت بتقارن قيمه الصفقه ولا جوده اللاعب ولا جوده الدوري اللي تم اختيار زيزو ان يلعب فيه؟ على سبيل المثال يا زميلي الكروي، النادي الاهلي انتقل منه اليو ديانج لدوري روشن السعودي، مش دوري درجه تانية. محمد عبد المنعم انتقل لنيس الفرنسي، واحد من الدوريات الخمسه الكبرى. الموسم اللي فات محمد شريف راح دوري روشن السعودي، مش دوري درجه تانية. الموسم اللي فات حمدي فتحي راح دوري نجوم قطر. الموسم الحالي احمد عبد القادر راح دوري نجوم قطر. طب اقول لك على مثال هيموتك من الضحك. حسين الشحات اللي ما راحش المنتخب وزيزو راح المنتخب. حسين الشحات كان بيلعب في مصر المقاصة، راح لعب دوري نجوم قطر ولعب كاس عالم للانديه ولعب نهائي كاس عالم للانديه قدام ريال مدريد وعمل ماتش عالمي. تعال بقى نتكلم عن تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي هو النادي الوحيد عربيا اللي خرج منه لعيبه بشكل مباشر على الدوري الانجليزي. والله زي ما بقول لك كده، للدوري الانجليزي مباشره. ابراهيم سعيد لايفرتون، محمد شوقي لميدلسبرا، واحمد حجازي لويست بروميتش، رمضان صبحي لستوك سيتي. طب انت كده خلصت يا راعي؟ لا والله لسه ما خلصت. تعالى لما اكمل لك. النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي توج منه لعيبه بافضل لعيب داخل قاره افريقيا. محمد بركات، ابو تريكه 4 مرات، احمد حسن والشناوي، واخرهم بيرسي تاو. زيزو مش موجود وسطيهم. يعني اللي عايز اثبته لك واوصله لك انك فاشل. فاشل في مقارنه الزمالك بالاهلي كنادي، فاشل كمان في مقارنه جوده لعيبه النادي الاهلي بلعيبه نادي الزمالك. الاهلي بيروح يجيب يحيى عطيه الله واشرف داري من اوروبا عشان فريقهم هيلعب كاس عالم والانتر كونتيننتال، ويحقق بطولات ويقدر كمان يقنع اي لاعب بمشروعه كنادي. امام عاشور نفسه سابك ونجمك الاول عشان يجي النادي الاهلي. انت بقى كزمالك ايه مشروعك غير طبعا انك تكسب النادي الاهلي؟ انت كزمالك افضل بطوله قاريه حققتها هي الكونفدراليه، وبقالك 23 سنه ما خدتش دوري ابطال افريقيا وما تعرفش كاس العالم غير من التلفزيون. فطبيعي نجمك الاول يشوف نادي درجه تانية في السعوديه خطوه كبيره ليه مقارنه بالزمالك. وانت كمان كجمهور تشوف ده دليل على جوده اللعيبه بتاعتك، لان ده مقاس طموحك. والله العظيم يا زميلي الكروي انا نفسي اجرب الصنف اللي بيطفحوه ده. سلام يا زميلي الكروي.